ايه الفرق ما بين الناس اللي بتصحى الصبح نشيطة من غير ما تشرب قهوة والناس اللي ما بتعرفش تبدع غير بالليل؟ الموضوع ولا هو كسل ولا نشاط زيادة، ليه تفسير طبي ونفسي. البيولوجيكال كلوك، كل واحد فينا عنده ساعة بيولوجية بتتحكم في النوم والتركيز والأكل. لو الساعة دي مايلة ناحية الصبح تبقى بيسموك مورنينج بيرسون أو شخص صباحي، ولو أنت مايل ناحية الليل بيسموك شخص ليلي أو نايت أول. الهرمونات، هرمون الكورتيزول بيعلى الصبح يدي طاقة وانتباه. الميلاتونين يبتدي يزيد بالليل يخلي الجسم ميال للهدوء والراحة. العوامل النفسية، المورنينج بيبل بيحبوا إحساس إن هم أنجزوا بدري وده بيقلل لهم التوتر. النايت أول بيحب الليل عشان خاطر بالليل بيحس بهدوء وراحة فينجز بالليل أكتر. الوراثة والبيئة كمان بيأثروا، جيناتك، شغلك، روتين حياتك ليه دور. يعني ممكن تبقى جيناتك نايت أول أو شغلك بيجبرك تبقى مورنينج بيرسون. طب هل يفرق بقى أنام إمتى؟ بيفرق. الجسم بيحب يمشي مع الطبيعة، يعني ينام بالليل ونصحى الصبح، ويا سلام لو في مواعيد ثابتة، ده بيخلي النوم أعمق أفيد للمخ وللجسم. لو أنت من محب الليل والسهر أنصحك ما تعملش ده لفترة طويلة علشان ده ممكن يبوظ التركيز والمناعة. اكتب لي في الكومنتات أنت مورنينج بيرسون ولا نايت أول، ولو عندك أسئلة اكتبها لي في الكومنتات، ممكن تبقى موضوع الحلقة اللي جاية. أنا بيتر واصف، صيدلي مصري من شبرا عايش في كاليفورنيا، ودي شبرا فوني. أشوفكم الحلقة اللي جاية.